بس كده بقى مايونيز شكله كريمي جدا جدا جدا. لما بنيجي نعمل مايونيز في البيت في ناس كتير قوي مش مرتاحه لفكره انها تحط بيض ني في المايونيز، وكمان بيتحط في المايونيز كميه كبيره من زيت الزيتون وده بقى غالي قوي دلوقتي. فاحنا هنعمل وصفه مايونيز بيتحط فيها بيض مسلوق. هنجيب خلاط او كبه ونحط فيها بيضتين مسلوقين وكمان بياض بيضه مسلوقه. هنحط على كل ده حوالي معلقتين زيت زيتون، معلقه خل، شويه ميه صغيرين حوالي ربع كوبايه، وبعدين هحط ملح وفلفل زي ما انا عاوزه، وبعدين هنقعد نخلط. كده خلطناها لحد ما كل حاجه دخلت في بعضها. وممكن بقى تحطوا فيه شويه مستردة لو عاوزين، تحطوا حبه شطه عشان تعملوا تشيلي مايونيز، حبه توم عشان تعملوا جارليك مايونيز. المهم ان هي وصفه سهله جدا 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 ومكوناتها خفيفه على الايد.